انا مش راضيه عنك عشان انتي ما جيتيش عديتي عليا النهارده. انتوا هتروحوا لهم على فكره. انا قلت اب او ام، ما قلتش مامتي او ما انتي باباي. صباح الخير، حلقه جديده من برود شاتس مع آلاء نورة وهالة. ازيك؟ ازيك يا هالة؟ اتعلمت منكم. اه ازيك يا آلاء؟ ازيك، اخبارك عامله ايه؟ ايه؟ ازيك يا نور؟ ازيك؟ احنا الحلقه اللي فاتت كنا بنتكلم اكتر عن مسؤولياتنا في علاقتنا باولادنا بالذات، وركزنا على الاولاد، وكنا بنتكلم على انه اول حاجه علاقتي بالله ونفسي والاخرين، ثم نفسي. ثم نفسي. صح دي غلطه، ده مش بابا واحد. يمسكها لي. ايوه. ده ثم بابا نفسي، يمسكها لي، انا اسفه. ثم الاخرين. بابا يمسكها لي طبعا. المهم ثم نفسي ثم الاخرين دي بيجي فيها ناس تانية غير ولادي. يجي فيها بابا اهو. شفتي اتوترت، خد بالي على التوتر. اللي هو اقطعوا الحلقه يا جماعه. بس في علاقات تانية احنا محتاجين نركز فيها، لان احنا كأمهات بننسى العلاقات التانية دي، او بنفكر فيها بمنظور الام. يبقى هرجعك للسؤال هو انا مين علشان ابتدي اتكلم على علاقاتي. ما ينفعش تتكلمي على علاقتك وانتي ام، صح. علاقتك بزوجك وانتي ام، علاقتك ببابا وانتي ام. بس انا مع اولادك. ده دور. ايوه ما هي ده قالت في دور. الاول قبل كده، قالت هو وده مع كومبس. اولادك. صح. الدور ده بيقف، بنعمله بوز عشان انا بابا هيسالني على الستاك غلطت فيه. صح، عيب لما ام كده كبيره كده. الزوج انا مش مامته ولا هو ابني. وده صح. بيأثر على العلاقات الزوجيه طبعا كلها. ايوه، اصل السويتش صعب، يعني هما اصل الغلطه بتحصل منين؟ انتي واخده الدور ده متقمصاه طول اليوم، بتدي اوردرز هنا، البسي، ذاكري، فالامهات بالغلط بقى ايه، بتروح تكمل بقى بقيه اوردرز، انتي وانتي وانت. طب والله احنا كلامنا كله بيدور. يبقى مسؤوليتك ان انتي تعرفي امتى هسويتش اوف. صح. وتخيل نفسي كده في مجموعة الادوار اللي انا بلف فيها. فالام دورها بيخلص عند توقيت معين، ولاد دخلوا ناموا، خلاص هتعامل حتى لو صاحيين. انا هتعامل مع البارتنر هو زوج، ف دور الزوجة هو اللي شغال. ده محتاج آه، مالتي شغال. تاسكينج ده رهيب. محتاج تمرين والله. دي حقيقة محتاج تمرين. كأنك بتتكلمي كذا لغة، فأنا محتاجة أتكلم هنا إنجلش وسويتش هنا أتكلم عربي وهنا أتكلم. وفي بعض الأحيان بتتكلمي مع الزوج دورك كأم مع دوره كأب، إنما مش دورك كأم مع دوره كزوج. عايزين ننتبه للحتة دي. لا ايه ده، ايه اللخبطة دي؟ ادينا مثال كده عشان لخبط. طيب يمكن كنا بنتكلم كمان لما بيحصل حالات طلاق ايه اللي بيحصل؟ الأم والأب اتطلقوا، الأولاد بتتوتر، بيحسوا لا استني، هو اللي اتطلق الزوج والزوجة. أيوة صح. مش الأب والأم. صح. فده اللي بيعمل كل اللخبطة. دور توقف ودور مكمل إلى أن يشاء الله. فبنقطع بقى الكوميونيكيشن بتاع الأب والأم ده. وده اللي بيأثر على الولاد، لأن هما مش شايفين غير الأب والأم. وده كمان بيأثر بشكل تاني لما بيبقى فيه خلافات بين الزوج والزوجة، وبنبقى طالبين من الولاد ياخدوا صف حد في الموضوع. هما الحقيقة مش قادرين، لأن هما شايفين أحمد ده بابا، سمية دي ماما، باعتبار ان احنا نعرف احمد وسمية. فهم شايفين الادوار دي، صح، مش شايفين الناحية دي. فده دورنا ان احنا برضو ننقل الثقافة دي للولاد، انه في ادوار في الحياة. انت دورك ايه؟ دورك طالب، فمسؤولياتك 1 2 3. انت دورك ابن، فمسؤولياتك كذا وهكذا.
احنا بقى المسؤوليات دي بتتداخل. دلوقتي احنا قلنا هنسيب الأم وهنبص على الريليشنز المختلفة اللي موجودة في حياتك كشخص. اوكي. حلو. فأنا عندي إن دور الابنة والزوجة والصديقة. حلو. طيب، فساعات الناس دي بتتداخل مع بعضها. ببقى أنا عايزة مثلا أبقى في البيت الساعة كذا عشان ألحق أعمل 1 2 3، وفي نفس الوقت طب ما دول عايزة أنزل معاهم، طب ما دول عايزة أزورهم وأودهم، فبيدخلوا على بعض. ده كده وبمثال بسيط. بتتدرج التداخلات يعني مع الوقت. طب انتي صعبتي عليا طبعا في الحاجات الكتيرة اللي انتي قلتيها ورا بعض. هو ليه كمية الحاجات اللي داخلة في بعض دي؟ ليه كلها؟ علشان بصراحة هقولك، اه علشان مفيش فريم محطوط لكل واحد منهم. ده باطن الأمر. حاسة إني ديب أوي. إيه ده؟ فيري ديب. طب بصي، ايه الأولوية؟ أولويات العلاقات ايه؟ أولويات كل علاقة ولا أولويات لا، العلاقات مع بعض؟ العلاقات مع بعض. إيه؟ على حسب الفترة اللي أنا فيها. حلو قوي. يعني ممكن أرفلكت مثلا إن إحنا أول ما بنولد أكيد علاقتي بجوزي بتتأثر، بس يعني أنا دلوقتي في أول فترة ولسه في فترة نقاهة وبتأقلم على وضع جديد، فدوري كأم أهم دلوقتي. المشكلة بقى إن ده لما بيكمل معايا. طب بصي، انا هاخد ايه بقى يعني عشان نقرب الموضوع. نورة قالت رايحة ازور بابا وماما ولازم ارجع البيت عشان ورايا حاجات وعايزة اخرج مع اصحابي. صح؟ انا ماشي كده مظبوط؟ وعايزة اخرج مع اصحابي وهقطعني بقى. هعمل ايه؟ في اعتقادي الدور الغالب هو ان انا صاحبة كيان، كيان فيه بارتنر وفيه اطفال. اوكي. فالكيان ده هو اللي انا بتحرك منه في ترتيب اولوياتي. ماشي. قادره اوصل لك؟ بحاول. بمعنى ان انا ما عنديش حاجه urgent دلوقتي تخلي ان انا محتاجه اتحرك بره البيت علشان في emergency بره البيت. فالemergency دي هي اللي بتحركني. لا قدر الله، لا قدر الله، حد من بابا او ماما تعبانين، فالاولويه هتبقى فين؟ هروح له. بالظبط. حد من صحابي في ضائقة ومفيش حد يحل محلي حالا. سكتي. لا يبقى هروح عشان هي بس أنا بصي سكتت لأنها بتفكر في حاجة. لأن احنا مفيش حد اتكلمنا يحل على الود والرحمة. صح. هاخدك بقى في الكور بتاع العلاقات. وفي حد دلوقتي أنا مسؤولة منه ومسؤولين مع بعض. صح. فهنا الزوج هيجي في الأولويات. صح؟ ومش خناقة، هو أولويات وبالود والرحمة اللي هو الكور بتاع علاقتنا. هقدر أتحرك في الحتة اللي انتي قلتيها، ماما وبابا وصحابي ولو بذاكر ولو بحضر ولو هسافر، كل ده جوه الود والرحمة. يعني الكور أو يعني الهايلايت الأساسي جوزي وولادي. المشكلة ما إن إحنا تجمعيش الاتنين. قولي فاميلي، فاميلي. لان انت عندك مسؤوليات. الفاميلي دي انا، زوجي، ولادي. اوكي. فاميلي. وفي سب فاميليز تاني او سب ريليشن شيبس تانية. صح. هحطها فين؟ بعده. حلو. بلاش المسطرة، يعني كل حاجة هنا 10 سنتي وهنا 5 سنتي وهنا، لأنه بتحصل incidents مش بالضرورة I'm in control. أنا حاسة إن المشكلة إن إحنا دايما بنرجعها لده ولا ده. يعني أنا دايما شايفة إن either أنا or. أكن في كل قرار باخده بقول كده: جوزي أهم ولا مامتي أهم، أختي أهم ولا صاحبتي أهم، في حين إن هو في الآخر البالانس. يعني أنا ممكن دلوقتي اتحركت لمامتي، المرة الجاية لأ هبدي جوزي لسبب تاني،
فعلى حسب الموقف. وهو أنا لازم أبقى محطوطة في هذا الاختبار الدائم ال24 ساعة يا ده يا ده؟ إحنا اللي حاطين نفسنا بقى. السيناريوهات بتاعة what if يعني what if يعني ما إحنا وإحنا عملتش ده، what if ما عملتش ده، what آه. if ما عملتش ده، what if ما عملتش ده، قدر الله ما شاء فعل. طالما باسعى، طالما باخد بالأسباب. إمم. أنتِ قُلتِ either or إمم. يا ده يا ده. صح. على فكرة دلوقتي بقى في ثقافة تانية اللي هم بيتقال عليها polarity. الpolarity دي both and، إزاي أجمع حاجتين مع بعض. إمم. فهي المسألة مش مسألة أبيض والّا أسود، أوكي. يا الextreme ده يا الextreme ده، أنا ممكن أجمعهم الاتنين مع بعض على فكرة. تعالَ نروح مع بعض أنا وأنت عند ماما. سهلة أهي. بالضبط. أو ممكن تأجّلي إنِّك تروحي عند ماما النهارده. ماما حبيبتي ممكن أأجّل؟ يا حبيبتي طيب fine. بس في إيه في البساطة راحت فين؟ ليه الاختبارات؟ يعني برضه مش بنreflect على حياتنا إحنا خالص. بس عامةً. لأ، ما هو أنتِ برضه اللي حواليكِ هو اللي بيحطوكِ في الضغط ده، يعني ما هو مش كل أم وأب اعدلي flexible. اعدلي ممكن اعدلي الstack بتاعتك. مش الآخرين هم اللي فوق، أنا أيوه. بقيت مذاكرة والله. يعني مش هاخاطر. برافو عليكِ. اعدلي الهرم. الله، نفسي نفسي ثم والآخرين، أيوه ثم ما فيش نفسي، ثم أنا سكت، لأ. ثم نفسي ثم الآخرين. بالضبط. إمم. طيب يعني ماما هتتضايق دلوقتي إن أنا ما جيتش وهتبقى بقى مشكلة علشان أنا لغيت معاها مثلًا. أوكي، لغيتِ معاها ليه؟ whatever بقى يعني جوزي مش عايز أنا مش يروح. عايزة تقولي، جوزي مش عايزني. ده example يعني مش طيب. حقيقة. برضه. لو برضه هارجع أقول لِك من واقع تجربتي، هي ما بتتاخدش بالطريقة مش الextreme ده. إمم. لإن وأنا باتعامل مع ماما، هاتعامل معاها ببِر ورحمة، وهافهّمها ليه أنا مش جاية، مش عشان أنا مش عايزة أشوفها، مش عايزة إنما عندي التزامات أخرى، في احتياج تاني، والcore بتاع علاقتي بزوجي وِد ورحمة. فمش هيعمل كده عشان يعستفني ويكدّرني بس، صح؟ إمم. صح. بس أنا نvalidate يعني شايفة القرار اللي أنتِ خدتيه ده أخدتيه ليه؟ أو يعني والgood communication حلو أوي. التواصل الجيد مع الناس إمم. أيًا كان، ودي برضه من الحاجات اللي إحنا بنفتقدها جدًا، فكرة التواصل الجيد. أوكي. استخدم كلمات. أنتِ عارفة أعلّمِك تكنيك جديد قولي لي. اسمه الsandwich technique. إمم. عارفاه يا آلاء صح؟ عارفاه يا نورة؟ أنا ذاكرته لي قبل كده بس ما يالّا. باشتغلش بيه. لأ، حلو الsandwich technique في كل العلاقات. إمم. الI message الأولانية أنا، وحاسة وشايفة ومدركة أيًا كان، واللي في النُص ده الموضوع، إمم. وهاعمل فيه إيه. فكرة إن أنا أبتدي أخاطب اللي قدّامي بأنا، باتكلم عن إمم. نفسي مش أنت وlabel، فبيريح. إمم. طب إزاي أحُط مش عارفة اسمها حدود والّا لأ، بس يعني حدود إزاي أحُط يعني frame أوكي، لمسؤولياتي towards الrelations دي كلّها. هترجعي للمسطرة بتاعتِك، مسطرة الدين. الrole بتاعِك اسمه إيه، إمم. مسؤولياتِك اسمها إيه هتسميها، ودواير تأثيرِك ومسؤولياتِك. الموضوع سهل جدًا. يبقى هاسمي الدور who am I، أنا مين، هاسمي الدور اللي أنا واقفة فيه، إمم. دوائر مسؤوليتي، دوائر تأثيري، وهتدّيني insights أتحرك إزاي. أوكي. وقبل كل ده مش عايزين ننسى إنه إيه المظلة الكبيرة اللي أنا باتحرك تحتيها، أنا عبد. الmuslim. إن أنا عبد. إمم. إمم. فمأمورة بإيه، مش أوكي. الناس عايزة منّي إيه. ما هو مثلًا لو الأهل وأنا مأمورة بالبِر، فأنا ممكن منظوري للبِر مش هو منظورِك، مش هو منظور يعني ممكن تختلف الlevels بتاعته. طيب ما هو نرجع نقول الأولوية مش الآخرين، أنتِ مالِك ومال منظور حد تاني بالبِر. شكرًا أنتِ خلاص. شايفة نفسِك لأ بتبرّي هارُد مامتِك عليكِ. إزاي؟ إمم. يعني صح كده؟ أصل طبعًا. إحنا أنتِ متربيين على آه. على جملة أنتِ كده مش بتبرّيني، أوكي. أو يعني إحنا ما أعرفش هل الجملة دي صح والّا حتى غلط، البِر حتّة إن ليه ماما حدود. راضية عني أو بابا راضي عني. الرضا ده طبعًا ما هو فين مسطرة الرضا؟ طب ما هو ممكن أب أو أم
يحطوا بقى اللي هو طالب ده في اصلا حاجه المنشار اللي هو بالنسبه له انا مش راضي عنك عشان انت ما جيتيش عديتي عليا النهارده. انتوا هتروحوا لهم على فكرة. انا قلت اب او ام، ما قلتش مامتي او ما انتي باباي، انا هت واخده بالي من كلامي لا جدا. بس هي دي معظم يعني الدوائر بيبقى فيها سواء احنا او صحابنا او الناس اللي دايرين حوالينا، ومش لازم يكونوا امهات او لسه متجوزين او مخطوبين، كل الفئات دي بتواجه المشاكل دي بشكل او باخر. طيب انتي مش محتاجة بقى تقفي وقفة كده وتسمي أدوارك وتسمي بالظبط. وتحطي الكور بتاع العلاقات وتعرضيهم على مسطرة علاقتك بربنا، صح. فتقدري الدايركشن هيجي من هنا. احنا عشان كده عاملين السيزون ده عشان نطلع طيب بحاجه زي كده. يبقى احنا محتاجين نعمل ده. يبقى هنطلع بإيه؟ إنه يعني لو ابتدينا نحط تصور، هنحط تصور إيه؟ who I am who am I we ايه لا ده هي ده لا امتحان عارفه اخر وقت في الامتحان ده. ودوائر دايرة مسؤوليتي أو حدود مسؤوليتي تجاه العلاقات المختلفة بعد ما أسميها، ودايرة تأثيري ودايرة تأثيري، وأقدر أتحرك ولا لأ. يعني هل أنا مطالبة أتحرك في علاقات أنا مش مطالبة أتحرك فيها على فكرة، زي علاقات مش أساسية، مش كور في حياتي. اوكي. يحكمها بس الإحسان، يحكمها التراحم، يحكمها الاحترام. يعني في حاجات بتبعد بقى. علاقتي ببابا وماما غير علاقتي مع خلاني وخالاتي، عمي وعماتي، كل ده محكوم بشكل مختلف يعني. ايوه الاولويات بتختلف. بالظبط. ماشي. اخدكم في حتة تانية خطيرة. خدي. علاقتي بحماي وحماتي حدودها ايه؟ حماتك او حماكي يعني حدودها ايه؟ مش عارفه. انا فعلا ما اعرفش. قوليلي. هل انت مأمورة ببرهم؟ لا. اوكي. بس مأمورة بقى يعني بحاجات تانية. فهي علاقة إنسانية بالظبط. فيها مجموعة من القيم الإنسانية. اوكي. لو علتيها لدرجة إحسان ده بيعود عليكي في أنهي علاقة؟ مع جوزك. يعني توطدي العلاقة معاه يبقى فيها يزداد الود اللي ما بينكم وهكذا. اوكي. في بعض الأحيان ودي من حاجات كتير مثلا اللي سمعناها، بس يعني هقولها كده بس مش عايزين طبعا. يعني حد من أهل الزوج مثلا مرض، هل انتي اللي مكلفة تقومي برعايته؟ مكلفة، خلي بالك. لا مش مكلفة، لأنه في درجة تانية فيها إحسان. أوكي. إنما المكلف ده الأبناء. صح. ودي من الحاجات اللي ما بتبقاش واضحة قوي كل من الزوجين في الطرفين. لازم تروحي تزوريها. أنا على فكرة أنا حما يعني لازم تروحي تزوريها. مش لازم، بس من الإحسان. وهكذا. يعني في درجات. هي بتبقى لازم عشان حاجات تانية، يعني بتبقى لازم علشان أنا هروح معاه، عشان بترفلكت تاني على علاقتي بيه، علشان أعلم أولادي لازم هنروح نزور جدتنا. شفتي بقى حطيتيها في حاجات في تانية. الحاجات الصح. إنما أنا بتكلم على العلاقة بشكلها المطلق. يعني صح. دي مش حدود العلاقة اللي بيني وبين حماتي دايركتلي. مصدرتها إيه؟ الإحسان فتيجي بقى تعالي صح، حلوة مصدرة الإحسان دي. تعالي نقول إنه العلاقات يحكمها إيه؟ أحدد العلاقة، أسميها، أبص على مسطرة الدين بتحكم العلاقة دي إزاي، وحدود مسؤولياتي أو دايرة مسؤولياتي جوه العلاقة وتأثيري. دول 3 حاجات 4 حاجات أستك ليهم كده، هلاقي نفسي يعني عندي جايد لاين. طبعا وأفكركم وأفكر نفسي تاني بالاستعانة بربنا سبحانه وتعالى من قبل ومن بعد. ده جايد لاين حلو قوي نختم بيه السيزون كله. يعني يعني حاسه ان الحلقه دي اخدنا فيها يعني ربطت بكل الحلقات التانية، بالفيجن ورؤيتي عامة، بمسؤوليتي في كل العلاقات، بمسؤوليتي تجاه الناس اللي حواليا.
يعني ميرسي قوي يا هالة بجد على ليكي السيزون يا الجميل ده. والله انا اللي استمتعت إحنا جدا معاكم. شكرا شاكرين Very جدا insightful جدا يعني. يعني Yeah. مع كم الانبوتس اللي اخدناها تقدري تشتغلي على نفسك فيها لباقي الوقت، وفعلا ما يبقاش الفوقه دي فوقه رمضانيه فقط، او يعني بالظبط. تبقى حاجه لحظيه دي حقيقة. وتموت. وترو. دي لا، حقيقة. المفروض تبقى دي المسطره بتاعتنا على طول. هي ربنا بداية المستعان. يا رب. يعني احنا كده إن شاء الله. السيزون ده ان شاء الله نعتبره بداية ان احنا نبدأ نسات الحاجات ان شاء دي الله. ونعرفها ونتحرك من خلالها ان شاء الله. ان ان شاء شاء الله. شكرا الله. ليكي. ميرسي أوي. أهلاً شكرا بيك، ليكي. شرفتي.